الواد كبر وحب، وأصعب أيام الحب، قال أروح أتقدم للي بحبها. فهيروح يقابل حماه أبو السنيورة اللي بيحبها. وطبعا لما يروح يقابل حماه هيعمل له مقياس ليه، هيقيسه، هيقول له تعالى لي، معاك شهادة ايه؟ خريج جامعة ايه؟ معاك شقة ولا فيلا؟ ولو شقة ايجار ولا تمليك؟ ولو ايجار قديم ولا جديد؟ ولو جديد مفروش ولا مش مفروش؟ شغال فين وشركة ايه وبتقبض كام؟ هو هيطبطب عليه، هيعمل له انترفيو، هيعمل معاه انترفيو بريزنتيشن يا بتاع الانجليزي. هو هيرحمه ولا هيطبطب عليه؟ هيقيسه، هيكون عاوز يعرف يناسب ولا ما يناسبش. ومقياس العريس اليومين دول مقياس وحش قوي. كنا زمان ابويا يسأل لما يجي واحد يتقدم لاختي، يسأل هو راجل تمام ولا لا؟ لكن دلوقتي بيشوفوه يعني يوزنوا فلوس. العريس ليه مقياس. ولما تيجي الست هانم تكون عايزة تعمل دايت، فتطلع على الميزان فيطلع 67 كيلو، تقعد 3 شهور ماشية على نظام، وبعد 90 يوم يخلصوا تطلع كمان على الميزان يطلع 66 ونص، يعني خست نص كيلو. فتعرف انه ده نظام مش نافع معاها، فقاست نجاح الدايت من خلال الميزان. ولما اقول لك تعالى معايا يا اخي نروح لوكسور عند الانبا يوسف هنقول وعظه، تعالى معايا مشوار، تقول لي لا يا ابونا معلش ده 700 كيلو و10 ساعات بالسياره، قست المشوار بالكيلو وبالساعه بالوقت. ولو رحت الست هانم علشان تقدم في شغل جديد، يروح يقعدوها مع حاجه اسمها الاتش ار. عارفين الاتش ار؟ تقعد مع الاتش ار يعمل مقياس للذكاء ولسرعه البديهه وللذاكره وللوعي، ويبص في الورق الشهادات اللي جايباه والكورسات وللخبره، واخر مرتب وصلت له كام. ليها مقياس. كل حاجه في الدنيا يا حبايبي ليها مقياس. ده لما تروح تشتري جزمه يقول لك عايزها مقاس كام. كل حاجه ليها في الدنيا دي اللي احنا ربنا وجدنا فيها ليها مقياس. بدليل ينفع تعمل عيد ميلادك من غير ما تكون قست كم سنه عشتهم، وتيجي تحط ال 35 ويقولوا لك يفرحوا بيك، وتقول انه تشيل 3 تقول انا عندي 5 بس، يعني نفسك تبقى انه انا صغير. مقياس للعمر بعدد السنين. ويا ترى ايه هو مقياس الحياة الروحية؟ ايه هو مقياس الحياة الروحية؟ عايز اقيس حياتك الروحية، المقياس ايه؟ فقدتوا حاسة السمع والكلام ولا ايه؟ امال ايه مالكم في الكنيسة؟ مالكم يا بتوع مصر الجديدة؟ قدمتوا ولا ايه؟ ايه هو مقياس الحياة الروحية؟ انا بخاف اسمع من البنات ينزلوا ببدع وهرطقات. اسمع من الولاد الاول. خلينا في سؤال سهل نروح للبنات. ايه هو مقياس الحياة الروحية؟ شكرا. ايه الصوت ده جاي منين؟ من فوق. اشكرك. شكرا. التوبة. اشكرك. مرنمة. ايه مقياس الحياة الروحية؟ عيانين ولا ايه؟ خد ود معايا في الكلام يا حبايبي. مقياس الحياة الروحية التغيير والنمو
للإنسان مننا في النور. عمرك يا غالية نجيتي رز في الضلمة؟ ولا لما تيجي تفلي الواد، تعرفوش انتوا يعني تفلي الواد؟ يعني لما تيجي تدققي مش عايزة نور؟ أنا عايز أعرف نفسي، هو أنا بتغير ولا ما بتغيرش؟ ولما بتغير هو أنا بنمو ولا لأ؟ يبقى لازم إيه؟ في النور. طب إيه هو النور؟ جاوبوا يا بنات، إيه هو النور؟ ما هو النور الحقيقة الذي يضيء لكل إنسان آتيا إلى العالم؟ من هو؟ المسيح. السيد المسيح هو النور، هو اللي بس اللي قال إيه؟ أنا هو نور العالم، ومن يتبعني لا يسلك في الظلمة بل يحيا في النور. انت تعرف انه انا هو نور العالم دي ما ينفعش اي حد يقولها غير ربنا يسوع المسيح بس. يعني احنا لو رحنا لواحد من العلماء ولا المفكرين ولا الجماعه التجال جو دول ورجال الاعمال، نجيب مين؟ نجيب مين في نظرنا حلو اليومين دول؟ مثلا الاستاذ الدكتور مجدي يعقوب مثلا، نجيب محفوظ، ونجيب نجيب محفوظ كده، هو الراجل الحلو جو ده البلد كلها بتشهد له، ونجيب نجيب محفوظ ونجيبه هنا. تقول لي رايح فين يا ابونا؟ اقول انا هنقدم الراجل، نقول لكم جايب لكم نجيب محفوظ عشان هنديله الجائزه العاليه. يا استاذ البيل الشاعر الكبير الكاتب المفكر نجيب محفوظ، انا عارف نقول ايه ولا ايه قبل ما نقول اسمه؟ تقول لنا كلمه للناس. عارفين لو مسك الميكروفون وقال أنا هو نور العالم، صدق ناخده من هنا على السرايا الصفراء على طول على العباسية، لأنه ده مش كلام ناس. اللي يقول أنا هو نور العالم لازم يبقى إيه؟ ربنا. وإحنا إلهنا إله نور، قال أنا هو نور العالم. والقديس يوحنا يقول عنه إيه؟ نخبركم ما سمعناه نخبركم به، إن الله نور وليس فيه ظلم البتة. يبقى الله ايه يا حبايبي؟ نور. اول ما اقول مين هو الله تقول لي الله نور. بولس الرسول لما جه وقف قدام الملك اغرباس في اعمال الرسل 26 نلاقيها الحدوته دي، وقف قدام الملك اغرباس وقال له انا سعيد اني واقف قدامك علشان احتاج اقول لك على اللي بيحكموني بيه اليهود. فضل يقول له كلام كتير، فجي قال له حته كمان كده بعد 10-12 ايه، يقول له وانا مسافر لدمشق في وسط النهار رايت نورا من السماء افضل من لمعان الشمس، فسجدنا انا والذين معي. الكل سجد في الارض، وصوت خافت يقول لي شاول شاول لماذا تضطهدني؟ فقال من أنت يا رب؟ من أنت يا رب؟ فقال له أنا يسوع المسيح الذي أنت. يبقى ربنا يسوع المسيح لما ظهر لشاول كان عبارة عن إيه؟ نور. ربنا يسوع المسيح لما ظهر لشاول كان عبارة عن إيه؟ نور. ما تقول معايا نور، أصل ده ربنا نور. وربنا لما ظهر لشاول كان عبارة عن ايه؟ نور. وربنا النور يقول انتم نور العالم. يا عم الله يخليك بس استهدى بالله كده وفهمني، هو مين نور العالم؟ ربنا اللي قال انا هو نور العالم ولا انتم نور العالم؟ مين نور العالم؟ قال انا هو نور العالم، ودقيقة بس في الكلام دي شاور على الناس وقال أنتم نور العالم. طب هو مين النور؟ إحنا ولا هو؟ يقول النور هو المسيح، وإحنا بننور منه. بنورك يا رب نعاين النور. عارفين القمر جسم معتم، الشمس تطلع تضرب فيه النور فالقمر ينور، فكده يعكس النور اللي جاي عليه من فين؟ واحنا مسيحنا شمس البر وانت قمر. ايه رايك يا قمر؟ انت القمر اللي تعكس لينا نور شمس البر،
فتنور. بس الشاطر اللي النور ينور حياتك. النور ينور حياتك، نور المسيح العجيب، ويغسلك من ذنوبك يسوع بدم الصليب، ويغسلك من ذنوبك يسوع بدم الصليب. اهرب من الدنيا حالا واسمع لقول الكتاب. اهرب من الدنيا حالا واسمع لقول الكتاب. كل اللي في الدنيا باطل، أهول ومر وعذاب. النور ينور حياتك، نور المسيح العجيب، ويغسلك من ذنوبك يسوع بدم الصليب، ويغسلك من ذنوبك يسوع بدم الصليب. إبليس بيخدع ضميرك، إبليس بيخدع عينيك، إبليس بيخدع ضميرك، في الدنيا دايما بيغرك. إبليس بيكذب عليك، في الدنيا دايما بيغرك. إبليس بيكذب عليك، كذاب وأبو كذاب. الكتاب كده قال عليه إبليس كذاب وأبو الكذاب. مع كل مرة يضحك عليك يحطك في الضلمة. كذاب وأبو الكذاب، وماشي يكذب علينا ليل ونهار، وبيعلي صوته علينا ويكذب علينا، وإحنا بنضحك علينا وبنسمع لكلام الكذاب. نيجي الكنيسة تقول يا ناس الشيطان كذاب، وإحنا نسمع كلام الكذاب. عايز تتبسط؟ ايوه خد اشرب دي، تشرب على اساس انك هتتبسط، تشيل الطين وتلاقي نفسك ما اتبسطتش. كذاب. الزغطت؟ ايوه نزغطت. تعال نروح الحنه بتاعت عمو فلان، عامل حنه لولده، هنقعد بقى قاعده انما اللي هي تعال بس نروح، واخر الليل تقلب بعركه وتبقى اول المضروبين وواخد على جفاك، وتلاقي نفسك يا عيني كان نفسك تتبسط ما اتبسطتش. كان نفسي. كذاب ابو الكذاب يغرقنا ويحطنا في ضلمه، والضلمه هي غياب النور، والنور هو المسيح. يبقى الضلمه هي غياب المسيح. اي مكان ما فيهوش المسيح يبقى ضلمه، لانه المسيح هو النور. يبقى راحت عليا العيشه الهنيه. المسيح قال لي سيروا في النور ما دام لكم. مين عايز هنا يعيش في النور؟ الباقي اتشل مش قادر يرفع ايده. في حد هنا عايز يعيش في النور، ولا من كتر الوجع مش قادر يرفع ايده؟ نفسنا نعيش في النور. طب المسيح بيقول سيروا في النور، واللي يدور على النور يلاقي النور في الكتاب المقدس. سراج لرجل كلامك ونور لسبيلي. خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك، لتكن هذه الكلمات التي أوصيك بها اليوم على قلبك. قصها على أولادك. تكلم بها حينما تمشي في الطريق، وحينما تجلس في بيتك، وحينما تنام، وحينما تقوم. واربطها على يديك، واربطها عصابة كده، اعصبها كده هو قدام عينيك، قدام عينيا. كلمة ربنا حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذو حدين. قال لك فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح، لأنه ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. الكتاب المقدس يا أحبائي بتاعنا هو الدستور اللي نمشي عليه.
مش البلد فيها دستور وقانون ولا ايه؟ ايوه طبعا. الدستور بتاع البلد نمشي عليه في البلد، والدستور بتاعنا بتاع الكنيسة دخلنا الملكوت. الكتاب المقدس والقوانين والوصايا بتاعت ربنا تدخلنا الملكوت وتدخلنا الحياة الأبدية للي عايز يعيش في النور يجي للدستور بتاع الكتاب المقدس. أصلك دستور الدولة لو أنت هتمشي عليه، يعني مثلا لو في الدستور بتاع الدولة جت قانون من القوانين بتاع دستور الدولة يقول إيه؟ يقول هنقنن بيوت الدعارة ونعمل لها رخصة، واللي يدخل في بيت الدعارة يدفع اشتراك تذكرة. هتمشي مع الهيصين انت وتروح تقطع التذكره وتيجي داخل، ابونا انا رايح بيت الدعاره يا ابونا. يا ابني انت انا ماشي قانوني يا ابونا ودافع الاشتراك ورايح بيت دعاره مرخص. انا مش غلطان، انا ماشي زي الدوله ما بتقول، انا بعمل الدوله اللي قالت ده قانون دستوري نازل في دستور الدوله. قانون الدوله وقانون العالم لاهل العالم يا حبيبي، لكن انت تمشي على كلمة الله. كلمة الله. طب لما تيجي تقلب كده في كلمة الله وتطلع رسالة غلط يا بولس الرسول جاي ليه؟ وأعمال الجسد ظاهرة التي هي زنا، عهارة، نجاسة، دعارة، وأمثال من يفعل تلك الأمور لن يرث ملكوت الله. يبقى لما أرجع للدستور بتاع ربنا ألاقي إن الدعارة اللي يوقع في الدعارة يعمل ايه؟ لن يرث ملكوت الله. يبقى ما يلزمنيش، ما ينفعنيش انا الدستور الدولة ده امشي بس على قوانين المرور. يقول لك قدامك منحنى خطر، قدامك مطب، قدامك نسمع الكلام وخلاص علشان الدستور المروري عشان نخلي بالنا. لكن لو ربنا نعم عليك وسافرت بره هتلاقي الدستور بتاع بره خراب اكتر. خد بالك اللي نفسك تسافر بره خراب، خليك جوه يا عم. هو مين اللي قال ان احنا جوه وهم بره وهم فوق؟ ويقول لك انا نازل مصر، اشمعنى في نزوله واحنا تحت؟ مش عارف، بس يعني على حسب ما طلعنا وقالوا لنا. طب اقول لك على اللي بره، الدستور الدوله بره الدول الاوروبيه، في دول منهم الدستور بيقنن المثليه الجنسيه، بالرغم انه ده ضد الطبيعه البشريه. ده منذ البدء خلقهما ذكرا وانثى، لذلك يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامراته ويصير الاثنان جسدا، وما جمع الله لا يفرقه. النهارده في الدول بره بيفرقوا الشيطان اللي عمل لنفسه علم المثليه وحطوه على المنارات. ده شيطان بيتكلم في لسان الناس عشان ما يظهرش يخضنا، بيكلمنا في لسان الناس وحطوا العلم وقالوا يا مثليه يا جنسيه. طب واحنا مالنا؟ احنا ده الدستور ده مش بتاعنا، احنا ما يلزمناش الكلام ده. طب هتمشي على الدستور بتاع العالم وبتاع الناس، مالك انت؟ هتنور انت تنور انت، وما في نور يجي لك بره الكتاب المقدس به نحيا ونتحرك ونوجد. كل واحد من اللي قاعدين طبعا جواه في مخه شويه اسئله وعايز يسال، ابونا السجاير حرام؟ ابونا المواقع البايخه والمقاطع الفيديو البايخه حرام؟ يعني ابونا انا خاطب ويعني ايه، يعني هنهزر انا وخطيبتي يعني حرام؟ يعني يا ابونا طيب الوقت اللي بقضيه على النت حرام؟ عارف بدل السؤال في 100 سؤال، ولو فتحت باب الاسئله اكتب يا ريس وسجل اسئله كتيره. عارف اللي جاب حاجه واحده بس، ايه هي؟ انه كل سؤال يدور في ذهني وفي ذهنك مش حرام. ايه رايك؟ يلا يا ريس، مش حرام في حاله واحده بس، انه ينفع تعمل اللي انت بتسال عليه ده والمسيح قاعد جنب منك. يعني ايه رايك لو انت داخل في الحنه بتاعت ابن البي في الفندق الفلاني وبيوزعوا كاسات، يا ابونا على نفسي شفطه ببلاش كده يا اخي، ده شفطه ببلاش حاجه كده يعني جدعنه. طب ما انا اقول لك مش حرام، بس لو المسيح في كتفك والكاس قدامك ينفع تشرب والمسيح موجود؟
شفت باظت كده، يبقى هي يعني ممكن يبقى مش حرام بس ما ينفعش، اصل المسيح معايا. طب لو قاعدين نجيب في سيرة الناس ونتكلم على بعض، ينفع المسيح يبقى قاعد في القعدة ولا هيقوم يمشي؟ مش هيرضى يقعد مع الكذابين واللي بيجيبوا في سيرة الناس، مش هيرضى. لو عاوز تنور حط نفسك في بيئة كويسة. هتقعد مع ناس كذابين هتبقى كذاب او يتكذب عليك. هم اللي هيكذبوا على مين؟ هتبقى القعدة كلها ضلمة، والضلمة هي غياب النور. عارفين كان في 2 في الكتاب المقدس والشاطر يقول لي عليهم. واحد عاش حياته ضلمة ونورت في الآخر، وواحد استهدى بالله. لسه ما كملتش السؤال، مش عارف الصوت ده بيطلع من فين. واحد عاش في ضلمة ونورت معاه في الآخر، وواحد تاني عايش في نور وضلمت في الآخر. يبقى مين ومين؟ حد من الخدام يساعدني يقول بيقولوا ايه؟ مش سامع برضو؟ ده مش انا، هفكر عيان، ده طلع على الكل. مين يا حبايبي اللي كان منور وضلمت واللي كانت مضلمة ونورت؟ مين؟ اتفضل. ايوه اشكرك، اجابة خاطئة. اتفضل. اسم الصليب عليك، اسم الصليب، اسم الصليب يا رب لك المجد. دي نفس الإجابة بتاعت أخويا اللي قلت له غلط، أنا آسف. دي نفس الإجابة، مع حقك عليا باسم الصليب، اسم الصليب. أنت معانا؟ المهم إنك إيه يا بابا؟ صدقني بتقول نفس الإجابة، يا رب لك المجد. هو أخويا اللي قال غلط، اللص اليمين ويهوذا. يعني الإجابة دي خاطئة يا جماعة، ما تقولوهاش. حد يجاوب كده بقى؟ بالعام ابن بعور؟ لا، ولا هو ولا حمارته. علي صوتك. شاول؟ غلط. الأنبا موسى. يا فينك من بدري، كلامك غلط. مين؟ الغني والعذر في لوقا 16. إجابة خاطئة. مين؟ اتفضلي قولي اللي قدامك، واللي قدامك يقول اللي قدامك لحد الصوت ما يوصل. اتفضلي. نرمين. مين؟ غلط برضه، ما سمعتكيش بس غلط. اتفضل. الله. هو مين هنا اللي مسؤول عن الاجتماع؟ مين؟ ابو دومه؟ صح كده يا مينا؟ مش انت المسؤول يا ابني؟ صح؟ بعد اذنك يا ابني ادي مكافأة للراجل اللي قال مولود اعمى ده. اديله مكافأة. مين حضرتك؟ جوزيف؟ اديله مكافأة يا ابني، شجعه. قال المولود اعمى، ودي اجابة سليمة صحيحة في يوحنا 9. ده عاش استنوا بس، ما بنسجفش في الكنيسة احنا. الكنيسة هنسجف فيها؟ مش كفاية بنضحك؟ المولود اعمى عاش حياته في ضلمة، ولما اتقابل مع المسيح نورت معاه، فيقول اتى بصيرا. الله اللي عايش في ضلمه ويقابل المسيح الدنيا تنور عليه. صدقوني ده مثال لكل واحد فينا. لما بقى عايش في ضلمه يوم ورا يوم وسنه ورا سنه واتقابل مع المسيح تنور معايا قوي. واقول هو الواد ده اتغير ليه؟ كان زمان الشتيمه في لسانه على طول، بطل يشتم ليه؟ يقول لك اصله بيحب ربنا. هي بيحب ربنا دي يعني اصلك بدا يروح الكنيسه. نورت معاه، كان صايع ودخل الكنيسه لمته، والخدام حضنته وحطوه كده في محضر ربنا، فتغير الحال ونور. ما كل اللي يتقابل مع المسيح يتعدل حاله. طب كان في واحد تاني انا اللي نديله الجايزه، مش هعتمد على اخويا مينا، انا نديله الجايزه. كان في واحد تاني كانت منوره معاه تمام التمام، وجت في الاخر ضلمت خالص وباظت. انت جيت لنا منين انت؟ المرنمه هنا قالت جايزتك معايا. ايوه طبعا، في قلبي، هدعي لك من قلبي. استهدى بالله.
الإجابة جت سليمة هنا. اللي كانت منورة وتمام التمام وعايش نادر نفسه لربنا وماشي في وصايا ربنا، وجت في الآخر وجع ففجعت له عينيه دليلة، اللي هو مين؟ شمشون. ده جرس انذار لكل واحد فينا. اوعى تفكر نفسك كده تمام التمام يا ريس. تقول لي يا ابونا انا عشت حياتي كلها ما اعرفش واحده غير مراتي، نشكر الله. انا ما اعملش الغلط ابدا يا ابونا. مش انا اللي اسقط في خطيه بايخه زي كده، دي نجاسه. مش انا اللي اسقط في خطيه. خلي بالك اول ما تقول مش انا اللي اقع فيها هتشيل الطين واول واحد يوجع انت. تصدق بقى؟ لكن ده اقول ايه؟ ارحمني يا رب انا الخاطي، خلي بالك مني وعينك عليا يا رب، ابعدني عن كل شر. ده انا لو واحده جت جريت لي هاي اقول لها 100 هاي. انا ضعيف يا رب، ابعد عني الهايات بتاعتهم يا رب، انا يا رب ضعيف. ده يخوفني الموضوع ده، يخليني دايما يقظ ومركز. مالك يا ابوي بعد كل السنين دي كلها في مخافة الله اجي اقع زي شمشون وتتفجع لي عينيا؟ سيروا في النور ما دام لكم النور. الكذب ايه؟ الكذب ضلمة، كل خطية ضلمة. لما تاخد حاجة مش بتاعتك ضلمة، لما تقعد جنب حد وتجيب سيرة الناس ضلمة، لما يبقى الشكل العام بتاعك مش شكل مسيحيين. جليت عجلك وقلت انا جاي من الصعيد وساكن في مصر ومحدش عارفني، فقطعت البنطلون ولبست بنطلون مقطع وبقيت تبع الجماعه جلالات الادب. دي ضلمه يا ريس، اوعى اطفئها. ده ادالك تكه كده يعني بيقول لي عديها دي ما تتكش عليها. معلش، ما انت عملت لي شعرك مش عارف ايه وبنطلونك ايه ولبست لبس البايخ فبقيت بايخ. ما تزعلش مني قوي كده، ده مش كلامي، ده هو بيقول لك من ثمارهم تعرفونهم. عمرك شفت شماس جاي ماشي كده وداخل جايب التونيا بتاعته يلبس شماس والبدراشين واجيوس اوسيوس جيوس شيروس كمل يا ولدي، وياخد له شفطة جوزة الشيشة يقول اخد لي شفطة شيشة؟ لا، اصلك دي شر، دي ضلمة. ما فيش وجود للضلمة طول ما في نور، ومسيحنا نور، وتيجي الكنيسة نور، واللي يتبع خطوات الكنيسة ينور، ويمشي بوصايا الكنيسة والمسيح ينور، ويبان النور عليك. عارف لما الواحد فينا صدقني ينور؟ أصلك ما فيش مدينة يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال، بل يضعونه فوق المنارة ليضيء لكل من في المدينة. يا أخويا يا اللي بتحب ربنا هيبان عليك ربنا في وشك، صدقني. يروا أعمالكم الصالحة فيمجد أبوك الذي في السماوات. لما المصيبة تيجي والفقر يحل والمرض يدب في الجتة والشكر والرضا موجود، يبقى أنت عايشة في نور. حياة الرضا والشكر مع كل المصايب. هو عدا الحرب، هو عدا اللي خسرنا كل اللي عندنا يا ابونا والفقر جه علينا يا ابونا. طيب مسيحيتك؟ لا ما خسرتهاش. طب والتناول لسه بتتناول؟ ايوه يا ابونا بتناول. امال ايه؟ انا بسالك على الحاجات الغاليه. طب الحياه الابديه؟ ايوه يا ابونا مستنيانا. زعلانه على ايه؟ على 3 مليون بتوع المكن حرقوهم. طب ما احنا مش هناخد المكن معانا ولا المصنع يا غاليه، احنا مش هناخد الحاجات دي معانا. ما تزعليش قوي كده، معلش معلش. مسيحنا ينور حياتنا، والشاطر فينا اللي يراقب نفسه. من يسمع لصراخ المسكين يصرخ هو ايضا ولا يستجاب ايه لصراخه. يعني عايز اعرف هو انا منور ولا ضلمه؟ اراجب تصرفاتي. لما بلاقي واحد شحات غلبان فجر جاي عليه اساسا ده تعبان يا عم، وانت توقف يا عيني فجر عليه مرض عندك ايه وانت ايه ده غلب 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 غلب. يلا يا عم نروح السيمه. سيمه؟ انت معاك تخش السيمه ومش عايز تدي للغلبان اللي هي السينما؟ لا تكون كلمه السيمه دي كلمه غلط.
المسرح، مسرح الزعيم في شارع الهرم، انا نجراها عشان ساكن جنبيها، كنت وتبت من السكنة، من القعدة هناك. كله حلو هنا وهناك، كله حلو وبركة. الشاطر اللي يعرف ينور. احس باخويا، اشيل المراية من قدام وشي واحس باخويا. يعني لما تكون بتمر بظروف صعبة قوي ووقعت في خطية وحشة وسامع وتبت، قدمت توبة صادقة امام الله، وسامح ان واد من اللي بتوع اليومين دول ماشي في نفس الخطية هيوقع فيها، وانت واقف تتفرج عليه، يا اخي ده من ينقذ انسان زي ده يستر كسرة من الخطايا. الحق اجري قول له لا ده طريق اسود وحش بلاش، الحقه قبل ما يقع في الطين. يبقى لازم احس بغيري، اخدم اخويا، ساعتها ابقى انا عايش في النور. على فكرة في ناس عاشت في النور ونورت. عارفين ابونا اللي كان بينور؟ عارفين ابونا اللي كان بينور؟ اللي كنت اروح عنده اقول له حللني يا ابونا، صلي لي يا ابونا، حللني يا ابونا، امي عيانه، يقول لي هتخف. ايه ده؟ بينور وبيعرف، اصل بيقعد مع ربنا. ما احنا عارفين احتياجنا ايه؟ ان احنا نقعد مع ربنا شويه. عارف اللي عايز ينور يقعد مع النور الرئيسي. الواحد فينا لو طلع مصيف، يعني لو مشيت معانا يعني وطلعت مصيف، عارف لو قعدت هناك اسبوع هترجع اسمراني. عارف ليه؟ عشان بيبان علينا. لو الواد بتاع الجامعه دخل التربيه العسكريه وحلقوا له شعره وظبطوه 15 يوم هناك هيسمر، بيبان عليه. واحنا بقالنا سنين، بقالنا عشرات السنين مسيحيين ومش عارف يبان عليه. يعني يقول لك اللي يروح مصيف في اسبوع يرجع باين عليه. طب ما انا جيت الكنيسه وقعدت بقالي عشرات السنين اهو في الكنيسه ومع ربنا يسوع المسيح، مش باين عليا مسيحيه ليه؟ كمل قوم عاده. تدين، الروتين العدو اللدود للروحانيه. الروتين عشان رايحين مع الرايحين وجايين مع الجايين. احنا في اشد الاحتياج لتكوين علاقه مع ربنا علشان ينفع ننور. اللي عايز ينور يصنع علاقة مع ربنا، ياخد حاجة اسمها خلوة صباحية. تصحى الصبحية السعدية وتقول له يا ريتك تيجي السعدية، نسيني ألام البرية، ونجام العالم عليا أنا ليسوع في الخلوة الصباحية. تدخل كده ليسوع المسيح ربنا مخلصنا الصالح يسوع المسيح، وتقعد معاه في خلوة صباحية، تفتح الكتاب تقرأ، تقول تشوف هو عايز يقول لك ايه النهارده، وانت تقف قدامه وتقول له اللي عايز تقوله له النهارده، مع حتة ترنيمة صغنططة كده على السريع. طيب دلوقتي يعني ربنا قبله، مش لازم اخد الخلوة، هو عارف ان انا بحبه وخلاص يعني. الترجمة العملية للقلب الصالح هو قلب نقي بيقف قدام ربنا. دي ترجمة عملية. لما تبقى نايم على ظهرك وحاطط رجل على رجل وندخل عليك، الترجمة العملية لاحترامك ليا، نزل رجلك ولم نفسك يا أخي. ما تعدل نفسك كده يا أخي. صح ولا إيه؟ أنا نقف قدام ربنا ملك الملوك لابس شرط. ده كلام ده كلام. أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد أمام هيكلك بإيه؟ بمخافتك، بكل مهابة وخشوع. بتعامل مع ربنا. وكمان أنا بحوش. لما تقف قدام ربنا وركبك وجعك وتعبان وخلاص على آخرك، والمفروض انك انت تنام لانك اخدت يوم شغل وشقى تعبان ورحت مش عارف مصلحة تتخلص ورق ورجعت تعبان على آخرك، وتيجي واقف قدام ربنا ورجليك وجعك كده ورافع ايديك قدام ربنا، بتحوش. على رأي الأنبا كراس قال لك حوش على قد ما تقدر وجع ركب. حوش آيات قولها علشان لسانك يتنقى ويتقدس. حوش تنانيم وقاعدة في محضر الله. عارف ليه بتحوش؟ علشان تنور. مش احنا جايين ندور ازاي ننور وكلنا عايزين ننور؟ اقعد مع النور تنور، تقول له بنورك يا رب نعاين النور. لكن كان علي انا نقدرش الحالي. هو انا نقدر؟ يا ريتني كنت نقدر، كان زماني من زمان قديس. لو القداسه بالساهل، ده القداسه عايزه قاعده مع ربنا.
قد ايه؟ كل يوم. كل يوم. ايوه قاعد مع ربنا. طب ما يا ريس، ما انت بتاكل كل يوم. عارف لو حسبوا لي كميه الاكل اللي اكلتها من يوم ما اتولدت لحد النهارده، ده تكفي بلد، ده تكفي جيش. شوف اكلنا قد ايه يا راجل. امسك بند واحد رغيف العيش يا ابوي، ده كتر خير مصر انها موجوده لغايه دلوقتي. ده انا مخلص، ده بناكل اكل يا راجل. ايه ده؟ تعال شوف احنا الكنيسه الصغيره الضيقه دي 500 واحد مثلا، شوف النهارده بس اكلنا كام رغيف. يا رب ليك المجد. ده الحمد لله انه لسه الناس عايشه. ده عايزين فرن لنفسنا لوحدينا كده، فرن شغاله بتطلع في عيش. تخيل، دايره وشغاله. طب والقعده مع ربنا ليه مش دايره وشغاله؟ اوعى تفكر ربنا في الكنيسه بس، ده اينما وجدت في كل مكان. حد في الكنيسه نفسه ينور؟ كلنا. وان كان كلنا كغنم ضللنا فملناش طريق يرجعنا غير ربنا يسوع المسيح. ساعتها ننور، نقعد معاه زي ما موسى قعد معاه 40 يوم، رجع من الجبل وشه منور فلبسوه برجع عشان يعرف يتعاملوا معاه. احنا محتاجين للنور ده. النور ينور حياتكم، يفتح البصيرة، لأننا نحن نعلم إن ابن الإنسان قد جاء وأعطانا بصيرة. الناس بتشوف الأشياء، إحنا نرى ما لا يرى، نرى يد الله في الأحداث. لذلك تزيد جوانا المخافة، فنحيا في مخافة الله، فيبدأ النور يهل علينا وننور ونبقى منورين. ربنا ينور الطريق قدامنا كلنا وينور حياتكم ويحميكم. لإلهنا كل كرامة ومجد من الآن وللأبد آمين.